صلى على النبي ويلا بينا نبدأ الحكاية. تنويه بسيط علشان بتسأل كتير، أغلب القصص على القناة غير مصرية. سبق ووضحت قبل كده أكتر من مرة، ولكن في ناس بتدخل على القناة جديدة وبتسأل نفس السؤال. حبيت أوضح لكم من جديد علشان زي ما انتوا عارفين كل بلد فيها الحلو والوحش، وأنا ما بحبش أذكر اسم البلد اللي صاحبة القصة منها علشان الخصوصية. ويلا بينا نبدأ الحكاية علشان ما طولش عليكم أكتر من كده. أنا اسمي فتون. بتبدأ حكايتي وأنا عمري 17 سنة. أنا اتولدت في قرية ريفية بسيطة، كل حاجة خاصة بالحياة اليومية كنا إحنا اللي بنعملها. أول ما البنت مننا تقف على رجليها مامتها بتاخدها وبتبتدي تعلمها أساسيات الحياة، وده اللي حصل معايا لما وصلت ل7 سنوات. ماما زيها زي أغلب الستات في الريف كانت قاسية وقوية، كانت دايما بتحاول تعلمنا إننا نكون قد المسؤولية، وفعلا قدرت تخلينا نتعلم أساسيات الحياة. أنا وإخواتي كان سننا صغير جدا، ولكن كنا زي أي بنت من القرية، بنعرف نطبخ ونروق، نعمل جبنة قشطة زبدة، نحلب الأبقار ونرعى المواشي، وحاجات تانية كتير أغلبكم دلوقتي ما يقدرش يعمل ربعها. طبعا انتوا كده هتفكروا ان انا مميزة، ولكن احب اقول لكم ان انا كده كنت بعمل حاجة بسيطة جدا بالنسبة للي البنات في القرية كانوا بيعملوه. البنات هناك كانوا شاطرين قوي، ما كانش في حاجة عندنا اسمها تعليم. تعليمنا في الحياة كان اننا نبقى ستات بيوت شاطرين. السنين بتعدي وانا بتعلم كل الاساسيات اللي المفروض اي بنت ريفية تكون عارفاها. لما بوصل لسن ال15 سنة بكون ضعيفة جدا، لاني للأسف في الوقت ده بيكون عندي مشكلة في معدتي بتمنعني ان انا اكل بشكل طبيعي، وده اثر على جسمي وخلاني ضعيفة ومفيش فيا اي معالم للأنوثة. وطبعا في الوقت ده اخواتي اللي اكبر واللي اصغر مني اتجوزوا، وانا فضلت اخدم مع امي. طبعا ماما كانت متضايقة جدا وحاولت كتير انها تعالجني علشان ابقى حلوة، وطبعا انا مقصودش الحلاوة الشكلية لاني من غير مجاملة انا كنت قمر، ولكن زي ما انتوا عارفين مفيش راجل هيجي يتجوزك علشان بس انت شكلك جميل، ولو في حد ممكن يتجوزك علشان انت جميلة شكليا فده ما كانش موجود عندنا في القرية. الراجل كان بيجي يختار البنت القوية اللي جسمها حلو ورشيقة وفي نفس الوقت تقدر تتحمل مسؤولية، وأنا طبعا علشان جسمي اللي كان هزيل ما كانش فيه أي حد بيتقدم لي. أمي فضلت صبرة، ولكن لما لقيت اخواتي كلهم اتجوزوا وأنا اللي فضلت قلقت. طبعا كلكم هتتصدموا لما تعرفوا إنها خافت أحسن أبور، وده طبعا منطقي جدا لقرية كل بناتها بيتجوزوا في سن صغير، وللأسف مفيش شاب في القرية كان بيطلب ايد بنت كبيرة في السن. يعني البنت توصل 25 سنة عندنا يبقى هي كده بايرة ولا تصلح للجواز. طبعا أنا معاكم إن كل ده تخلف وجهل. المهم أمي خافت عليا وقررت إنها تاخدني وتسافر قرية جنب قريتنا. طبعا بابا بيصمم يجي معانا. بكشف عند أكتر من دكتور، في دكتور بيشخص حالتي بالظبط وبيكتب لي على علاج وبيفهمني امشي عليه ازاي، ولما بعمل اللي الدكتور بيطلبه مني بخف الحمد لله وجسمي بيبتدي يتظبط. ولما بيبقى عمري 17 سنة بالظبط ببقى زي القمر. الحمد لله مرضي بينفعني، لاني لما بوصل لسن ال17 بكون قادرة اني اتحمل مسؤولية الجواز اكتر. الايام بتعدي وفي يوم بتيجي ست من القرية بتطلب ايدي. بابا وماما بيوافقوا على طول لأننا كلنا في قرية واحدة وكلنا في نفس المستوى الاجتماعي، يعني كلنا عندنا مواشي، كلنا عندنا أراضي، كلنا بنصنع حاجتنا في بيتنا. بابا اتفق مع العريس وأهله على كل حاجة واستلم منهم المهر. في قريتنا العريس بيشوف العروسة مرة واحدة بس قبل يوم الدخلة، وده اللي حصل معايا. مهران شافني مرة واحدة بس، وبصراحة مش هضحك عليكم أنا لما شفته قلبي اتقبض وحسيت إن أنا مش مرتاح، ولكن طبعا أنا كبنت ريفية ماليش أي حق إني أوافق أو أرفض. رأيي الأول والأخير في موضوع جوازي هو أبويا. بتعدي فترة تجهيزات الفرح وبتجوز أنا ومهران. طبعا فرحي ما كانش فخم ولا حاجة، أنا الفرح بتاعي اتعمل في الزريبة بتاعة المواشي، بس طبعا المكان كان متنضف وكان فيه أنوار وزينة. بعد ما الفرح خلص روحت أنا ومهران على بيتنا اللي كان عبارة عن أوضة في الدور التاني في نفس البيت اللي فيه حماتي وسلايفي.
أول ما الباب اتقفل عليا أنا ومهران ابتديت ألاحظ توتره، وأنا طبعا قبل ما اتجوز ماما فهمتني كل حاجة وفهمتني ايه اللي بيحصل بالظبط يوم الدخلة. واللي لاحظته من مهران في الوقت ده انه كان بيتهرب، وللأسف احنا في القرية موضوع يوم الدخلة ده كان مهم جدا عندنا، ولازم بعد أول ليلة ليا مع عريسي أهلي يجوا ياخدوا المنديل ويمشوا بيه في القرية كلها علشان الناس تعرف إن أنا شريفة، ويفضلوا 7 أيام كاملين بيحتفلوا بيا. طبعا لما لقيت مهران عامل نفسه عبيط وما بيبصليش حتى، دخلت أخدت شاور ولبست الروب الخاص بليلة الدخلة، وفضلت قاعدة مستنياه على السرير ساعة في التانية في التالتة لحد ما نام. طبعا انا اول ما لقيته نام خفت، لان ماما مفهماني ان انا لو منعت نفسي او قلت له لا على اي حاجة يطلبها مني هتعمل لي مشكلة كبيرة. فقمت بكل عفوية وتلقائية صحيته وقلت له لو سمحت فتح عينه وهو متضايق، وبصلي بضيق وقال لي عايزة ايه؟ قلت له النهاردة يوم دخلتنا وانت عارف الطقوس والتقاليد الخاصة بالقرية، ما ينفعش انك تنام دلوقتي. هما دول الكلمتين اللي انا قلتهم له. مرة واحدة من غير اي مقدمات نزل فيا ضرب، شد من شعري، ضرب بالاقلام على وشي، لدرجة كمان انه عضني من ايدي. ما كنتش مصدقة اللي بيحصل لي، حسيت ان روحي بتطلع في الوقت ده. فضلت اصوت واستنجد باللي في البيت، ولكن هما فكروا ان ده طبيعي وما طلعوش لحقوني. مهران بيسيبني بعد ما بيتعب من كتر الضرب فيا، وانا طبعا بعد ما بيبعد عني بنام اكني دخلت في غيبوبة. تاني يوم اهلي بيجوا يطمنوا عليا، ولما بيشوفوني بالوضع ده بيتصدموا. بابا بيتهجم على مهران بالضرب وبيقوله بنتي عملت ايه علشان تعمل فيها كده يا حيوان؟ مهران بيقوله بصوت عالي بنتك مش شريفة، بنتك حطت راسك في الطين. طبعا بابا بينهار وبيقوله ازاي انت كداب، بنتي من يوم ما اتولدت لحد اليوم ده عمرها ما خرجت من بيتي غير على بيتك، انت عايز تجيب عيوبك في بنتي؟ انت اكيد مش راجل. في الوقت ده حصل مشكلة كبيرة جدا لدرجة ان في ناس من بره اتدخلوا علشان يمنعوا المصيبة اللي كانت هتحصل. طبعا بعد الفضايح اللي حصلت دي كلها انا رجعت مع اهل البيت، والقرية اتقسمت نصين، نص يتكلم عليا بالحلو ويقول اكيد الراجل هو اللي غلطان، والنص التاني يعيب فيا ويقول لا هي مش شريفة. ومن الاخر كده بعد اللي حصل انا اتكتب عليا اني اعيش في القرية وحيدة، لان طبعا احنا عندنا في القرية مفيش راجل بيتجوز ست مطلقة، وطبعا انا بقيت مطلقة وكمان فضحتي على كل لسان. بيمروا 3 سنين على انفصالي من مهران، ومامة مهران بتصمم تجوزه للمرة التانية، وعلى ما اعتقد كده ان اصلا مهران بيبقى رافض موضوع الجواز لان فعلا هو عنده مشكلة، ولكن علشان يداري خيبته جابها فيا انا. وطبعا ربنا كبير وما بيرضاش بالظلم. مهران لما اتجوز للمرة التانية الغبي قرر نفس اللي عمله معايا، ضرب برضو البنت يوم الدخلة، بس للأسف المرة دي البنت اتوفت من قوة الضرب لأنها كانت صغيرة قوي في السن. ومن هنا كل حاجة اتكشفت، مهران اتسجن، وكمان الكل في القرية عرف انه هو مش راجل، وانه اصلا كان عنده مشكلة وملوش في الجواز. اكيد طبعا كلكم فكرتوا ان كده مشكلتي اتحلت والعريس جالي على الفرس الابيض، ولكن للأسف أنا مشكلتي فضلت معايا لحد ما وصلت 25 سنة. لكم أن تتخيلوا كمية الذل والإهانة اللي تعرضت لها من أهل القرية، شفت منهم اللي مفيش حد يقدر يتحمله. طبعا لما بوصل لسن 25 بابا بيكون توفى بقاله 3 سنين، وماما في الوقت ده بتكون على فراش الموت، ويعلم ربنا اني ما سبتهاش ثانية وخدمتها برموش عينيا لحد ما فرقت الحياة. بعد وفاة امي انا واخواتي اتجمعنا وابتدينا نقسم كل حاجة كانت ماما وبابا يمتلكوها. اخواتي خدوا نصيبهم وكل واحد بقى ملهي في حياته، ومفيش حد فيهم بقى يطمن عليا، وده طبعا كسرني من جوايا لان شعور الوحدة صعب قوي. في يوم قعدت افكر مع نفسي وقلت يعني انا كل يوم اصحى ارعى المواشي، اعمل اكلي واشوف اللي ورايا، بقيت اللي بنام فيه بصحى الاقيه. طيب انا لو مت دلوقتي هعمل ايه؟ مين هيكون معايا؟ مين اصلا هيحس بيا؟ اول ما جت سيرة الموت خفت، وقررت في لحظة ان انا ابيع كل حاجة واسافر اكتر دولة انا بحبها، وقررت اني ابتدي حياة جديدة فيها. الأيام بتعدي وأنا ببيع كل حاجة خاصة بيا بسعر كويس قوي،
وببتدي أجهز في الأوراق المطلوبة علشان أسافر مصر الحبيبة. وسبحان الله، لأني مكتوب لي عيش في مصر كل حاجة بتتيسر لي، لدرجة إن في شاب ولا أعرفه ولا يعرفني بيخلص لي كل حاجة لوجه الله من غير ما ياخد مني أي فلوس، وبصراحة بيساعدني كتير جدا لحد ما بسافر. طبعا أنا لما بقرر السفر ما بعرفش حد من اخواتي، لأن زي ما أنا ما همهمش هم كمان ما يهمنيش. مع مرور الأيام سافرت مصر، وهناك كل ما كنت أقابل حد كان بيساعدني، كمية حب وأمان أنا ما حسيتش بيهم في بلدي. أول ما وصلت المطار ركبت عربية وصلتني لحد الفندق، قعدت فيه كام يوم لحد ما لقيت شقة استقريت فيها. كل جيراني كانوا حلوين قوي وطيبين، لدرجة إنهم كل يوم كانوا بيبعتولي أكل. بجد مهما تعدي بيا السنين عمري ما هنسى اللي عملوه معايا. واحدة من جيراني كان اسمها أم محمد، قالت لي اتنقبي، انتي حلوة قوي، ولأنك لوحدك هتبقي مطمع، انتي زي بنتي وانا عايزالك الستر. بحس انها فعلا خايفة عليا من قلبها، فبقرر اني اسمع كلامها وبنتقب. بتعدي الايام وانا بفكر اشتغل ايه او اعمل ايه علشان يكون ليا دخل ثابت. بقرر ان انا اعمل جبنة وقشطة وزبدة. من الاخر كده قررت اني اعمل الحاجات اللي كنت بعملها في الريف، واللهم لك الحمد كنت دايما بتقي ربنا في شغلي وعمري ما غشيت. ابتديت ان انا اعمل مخبوزات خاصة ببلدي، الناس حبوها جدا وحبوا الحاجات اللي انا بعملها، وبقى ليا زبايني وربنا فتحها عليا. في يوم الست ام محمد جارتي جت تقعد معايا كالعادة. في اليوم ده كانت غريبة وفرحانة شويتين، قلت لها فرحيني معاكي. قالت لي بصراحة كده انت جايلك عريس. قلت لها عريس؟ عريس مين يا ام محمد؟ قالت لي ده ظابط زي القمر، ده غير ماله وجماله، بجد يا بت هيهنيكي. قلت لها وهو يعرفني منين علشان يتجوزني؟ قالت لي شافك اكتر من مرة وسألني عليكي وما تزعليش مني، انا حكيت له ظروفك. قلت لها طيب ايه ظروفه؟ قالت لي هو شاب عمره 30 سنة، ما تجوزش قبل كده، انتي هتكوني اول بخته، وعلى فكرة ده محترم جدا وكل الناس هنا تشهد بأخلاقه. قلت لها طيب ممكن تديني وقتي افكر؟ قالت لي فكري براحتك خالص، بس بقولك ايه، ما تتقليش علشان الواد ده لقطة ولو طار منك هتندمي. وقبل ما تمشي قالت لي على فكرة اسمه احمد. قلت لها خلاص ماشي. ام محمد مشيت وانا فضلت افكر مع نفسي كتير، وبصراحة مش هضحك عليكم انا برضو كان نفسي اتجوز واعيش حياتي زي اي بنت. طبعا تجربتي الأولى كانت وحشة جدا، ولكن مش علشان تجربة واحدة فاشلة أقرر إني أبوظ حياتي كلها وأوقفها عشانها. أنا قررت أكون جريئة وخدت الخطوة ووافقت. أم محمد كلمت أحمد وقالت له إن أنا موافقة، واحمد جاب اهله وجه علشان يطلب ايدي. ولاني وحيده في الغربه قررت ان انا اجمع جيراني كلهم علشان يكونوا اهلي، وطبعا هم رحبوا جدا بالفكره، لدرجه ان ابو محمد جوز ام محمد كان قاعد وبيتكلم اكنه ابويا. اليوم كان حلو جدا، وعمه ابو محمد اتفق مع احمد على كل حاجه، ولأن أحمد عارف إن أنا أجنبية قرر يتكفل بكل حاجة. لأني لما نزلت مصر اكتشفت إن البنات هم اللي بيجهزوا نفسهم، وإحنا طبعا ما عندناش الكلام ده، إحنا بناخد مهر. فأنا طبعا قررت إني ما أخدش مهر، ولكن أحمد يجهز شقته ويجهز بيته. وأحمد وافق على كل حاجة اتكلمنا فيها، واتخطبت له 8 شهور بالظبط. أحمد طبعا جهز الشقة في خلال شهور بسيطة، والحمد لله هو ميسور الحال. ولكن أنا حبيت إني أطول في الخطوبة علشان أعرف طبع أحمد، ودي برضو حاجة حلوة قوي في مصر، لأن إحنا ما عندناش حاجة اسمها خطوبة. انت العريس بيشوفك مرة واحدة وبعد كده بيتجوزك وتلبسي فيه العمر كله. إنما فكرة الخطوبة لما جربتها لقيتها حاجة حلوة قوي، لو ما عجبنيش أو ما عجبتوش نخرج وإحنا لسه على البر من غير ما نخسر كتير. وهو ده اللي حصل بيني وبين أحمد، أنا وهو ارتحنا لبعض جدا، وفترة الخطوبة حبيته، والحمد لله ربنا وفقنا وتمم لنا على خير. واتجوزت أنا وأحمد. من يوم ما اتجوزت أحمد وأنا حاسة بالأمان، حسيت معاه بمشاعر حلوة عمري ما حسيتها قبل كده. الحمد لله ربنا رضاني من أحمد بولدين وبنت. أحمد عوضني وكرمني، عرفت معاه يعني إيه تتجوزي راجل بجد، يكون مع الناس شديد ومعاك انت حنين، يكون بره قوي وفي حضنك ضعيف.
أحمد بقى بالنسبة لي هو كل حياتي، هو أهلي وناسي. أنا كل يوم بصلي وبحمد ربنا إني قررت إني أسافر مصر، لأني لو ما كنت سافرت كان زماني دلوقتي قاعدة وحيدة، ويا عالم كان إيه اللي حصل لي. على فكرة أنا وأحمد من يوم ما اتجوزنا وعلاقتنا عاملة زي القط والفار، ولكن بنحب بعض قوي. أحمد بسبب ظروف شغله عصبي جدا، ولكن أنا بعرف أتعامل معاه. أنا كل اللي عايزاه منكم دلوقتي إنكم تدعوا لنا ربنا يديمنا في حياة بعض، لأننا ما نقدرش نعيش من غير بعض ثانية واحدة. لدرجة إني دايما أسمع أحمد يقول يا رب اجعل يومي قبل يومها. بجد في مشاعر بينا حلوة قوي. عاوزاكم تدعوا لنا دعوة حلوة وتقولوا رأيكم في حكايتي، لأن أكيد رأيكم يهمني. وعلى فكرة يا بنات، أنا دلوقتي مش صغيرة، أنا بحكي قصتي علشان أطبق المثل اللي بيقول اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. انت ممكن يكون عندك مشكلة، ولكن مشكلتك بالنسبة لمشكلة بنت تانية بسيطة. حاولي تهوني على نفسك وما تشيليش الهم، لأنك لما تشيلي نفسك الهم هتتعبي، ولما تتعبي محدش هينفعك. وبكده تكون قصة النهاردة خلصت. صلوا على النبي وما تنسوش لايكات بقى لايكات، ومع السلامة يا أحلى وأجمل فراولات.